طول عمرنا بنعرف إن الدقة بتتعمل بملح وفلفل وشطة وممكن توم باودر وأي توابل عندك انت حابة تحطها فيها هتحطيها. النهاردة إن شاء الله هنعمل أحلى دقة فلاحي بمكونين اتنين بس، وهما السمسم الأحمر والملح. هتجيبي كمية السمسم اللي انت حباها وهنحمصها في حلة على النار، وبعد كده نطحنها في كبة كويس أو المطحنة، ونبدأ نعمل الدقة بتاعتنا بسمسم وملح بس فقط لا غير، مش هتحط عليه أي حاجة تانية. السمسم طبعا لازم يبقى نضيف خالص ومتحمص، وهنطحنه زي ما قلت لكم في المطحنة، بس مش طحن لدرجة ان هو يبقى زي المية، لا، هنطحنه طحن عادي يعني نص طحن كده. وبعد كده هنحط عليه معلقة الملح. طبعا مش هنحط بقى لا شطة ولا كمون ولا كزبرة ولا فلفل، لأن الشطة والكمون والكزبرة بيمرروها، هيخلوا الدقة بتاعتنا مرة. وكمان يعني بصي، يعني هتعملي الدقة ديت من غير أي بهارات خالص، يا دوبك هو شوية السمسم الأحمر وشوية الملح فقط لا غير. هنحمص طبعا السمسم الأحمر في حلة أو في مقلاية على النار، وبعد كده اطحنها وهوريكم شكلها عامل ازاي. هتطحنيها بس مش ناعم اوي، نص طحن، وهنشوف هنعملها ازاي مع بعض. زي ما انتوا شايفين كده حمصنا السمسم وطحنته، بس طبعا زي ما قلت لكم متنعموش قوي، متخلوش عشان ينعم قوي، عشان ما يبقاش عامل زي الزيت. وبنحط عليها كمية الملح اللي احنا عايزينها، وهي دي بقى الدقة اللي احنا هنستخدمها في اي حاجة احنا عايزينها، لا شطة بقى ولا كمون ولا اي حاجة، لان الفلفل والشطة والكمون كل الكلام ده كله بيخلي الدقة بتاعتنا بتبقى آه، مرة. يعني الحاجات دي اصلا، التوابل دي بتخلي الدقة بتاعتنا تمر. وكده يبقى معاكي احلى دقة تستخدميها في اي حاجة انت حباها، مكونين اتنين بس، ملح وسمسم. اتمنى لو الوصفة عجبتكم تجربوها، ويا ريت متبخلوش عنها بلايك، مشاركة الفيديو، مشاركة في القناة. اشوفكم في فيديوهات جديدة ان شاء الله.